هو الفار عاوز مننا ايه؟ ورحيل مزدوج في الزمالك. ايه الموضوع؟ لو ما فيهاش ارهاق اعمل لايك واشتراك. هو محمود بسوني ده مش عاوز يجيبها البر، وخالد الغندور وزكريا الوردي هيمشوا من الزمالك. جمهور اعظم نادي في الكون، اهلا بكم في حلقه جديده من ايه الموضوع. الماتش بتاع الاهلي والمحله، بالرغم ان احنا فزنا في الماتش الا ان فيه يعني فجور في التحكيم. ليه كده؟ ليه يعني ايه المبرر؟ ايه المبرر؟ وبعدين هو الفار بيتعطل كتير ليه؟ هو دي تاني مباراة كده بنحس ان الحكم بيجيب اتنين كباتن ويقول لهم حاجة، فالتفسير دايما ان هو بيقول لهم خدوا بالك الفار حصل فيه مشكلة، ده تعطل وبعدين يرجع. الله، هو بيشتغل ويجي، هو بيروح ويجي. ده كلام بقى الناس اللي هي بتاع ان حد بيحط شيل فيشه الفار ويحط فيشه الكاتل عشان يعمل شيء ممكن يكون صح بقى. ما هو مش عارف يعني ايه الفار اللي بيروح ويجي ده، وايه الفار اللي بيتعطل شويه ويشتغل شويه. طب وانا ايش عرفني بقى بيتعطل امتى وبيشتغل امتى؟ ما يمكن يتعطل على حظي انا في كورتي وما تعطلش على حظ المنافس في كورته، فيبقى ازاي يعني كده؟ ما ينفعش كده. ما تشوفوا حل، شوفوا حل. لو في عطل في الاجهزه غيروا الاجهزه، شوفوا حل، جيبوا شركه محترمه. ما علينا من كده. الكرات اللي احنا شفناها محمود بسوني، احنا عارفين ان محمود بسوني بالذات مع الاهلي يعني تحوم حواليه الشكوك. بتجيبوه لنا ليه؟ وبعدين طب بتجيبوه لنا، طب مش تعلموه؟ طب مش تعاقبوه لما يعمل حاجه غلط؟ يعني في كام كره امبارح، يعني كره محمد الشناوي دي انت جبت الحكم ليه؟ جبت الحكم ليه؟ ما هي واضحه، وانت عندك فار وعندك كذا كاميرا. وكره اكرم توفيق اللي داس على رجله ولا فخده، وكره ضربه جزاء بتاع اكرم توفيق، هو في ايه؟ ليه كده؟ ليه كده؟ والماتش برضو اللي قبليه في كلام على ضربه الجزاء بتاعه الاهلي والطلايع، وجابوا برضو عشان يتفرج عليها الحكم. طب ما هي كانت واضحه ان هي ضربه جزاء، كانت واضحه ان هي ضربه جزاء. جبته تاني ليه؟ انت بتشكك الحكم في نفسه ليه؟ وعاوز تطلع الحكم تحرجه ان هو كانه حسب حاجه غلط. طبعا هو لما بيقول له تعالى، فالمفروض الجمهور يتوقع ايه؟ ده حكم الفار قال له تعالى، فالمفروض الحكم يغير قراره، فالحكم يتفرج فيلاقي ان الكره ايه؟ ما فيهاش تغيير قرار، فيأكد يعني ما يأكدش قرار الفار ويخالف تعليماته. فالناس يقول لك بص ده بيجامل الاهلي، بص ده خالف الحكم بتاع الفار اهو وجامل الاهلي. لا، هو حكم الفار اصلا بيبقى جايبه على الفاضي، بيبقى جايبه على الفاضي. فانا مش عارف هو ليه كده، وليه الفار يعني بيعمل كده مع الاهلي بالذات. خالد الغندور خلاص كده مش هيشتغل تاني في الزمالك على حسب كلامه وعلى حسب اللي قاله. طبعا كون ان خالد الغندور ما يشتغلش تاني في قناه الزمالك هيتحول يبقى اعلام مش فئوي، مش هيمثل نادي الزمالك. هيشتغل بقى فين؟ في اون تايم ولا يشتغل في راديو ولا كده؟ المفروض يبقى محايد. طبعا عمر ده ما يحصل ان خالد الغندور عمره ما يكون محايد. هو متعود دايما ان هو ما بيبقاش محايد، فهيعملها ازاي يعني؟ لو عملها يبقى حاجه جامده جدا يعني، ورحبنا من اللي هو كان بيعمله في قناه الزمالك. الرحيل الثاني بقى اللي هو اللي قلت رحيل مزدوج، هو رحيل زكريا الورد، وده هيبقى تاني الضحايا. المشرف على الكره في نادي الزمالك بيقول ان اللعيب يعني شبه جاله حاله اكتئاب، متاثر نفسيا، حاسس ان هو السبب في خساره الزمالك لمباراه السوبر. انا يعني مش عارف هل ده سبب منطقي يعني؟ هو في كده في لعيب بيغلط غلطه فيحس ان هو مكتئب فيقول انا هسيب النادي، ولا هو مثلا مفيش فلوس اديها له، ولا في حاجه تانية، ولا هو طلع لعيب مش حلو فانتوا عاوزين تمشوه بس هو بيجيبها دي؟ طب ما على كده بقى زيزو لما ضيع ضربه جزاء السنغال يعتزل الكوره، محمد صلاح لما ضيع ضربه جزاء السنغال يعتزل الكوره. يعني ده في ناس كتير عملت الحركه دي. ما ينفعش انت لعيب كوره يعني، حتى لو غلطت غلطه وقصدها ايه يعني؟ وبعدين ده مش كاس عالم للانديه ولا كاس عالم يعني للمنتخبات عشان تخش في حاله اكتئاب وكده. فلا، تصور في حاجه تانية يعني، في سبب تاني غريب يخلي ان الزمالك يستغنى عن لاعب في يناير ويفسخ التعاقد بالطريقه ان انت مش عاجبك مستواه، بس انت مش عاوز تقول ان انا مش عاجبني مستواه وبتكابر. لان عادي يعني، كل اللعيبه بتغلط، كل اللعيبه بتغلط، وياما لعيبه غلط. عمرو السولية ده جاب جون في نفسه قبل كده في بطوله العرب، وناس كتير غلطوا، الشناوي غلط حاجه غريبه جدا. بتسمعوا لي لحد هنا، انتم احسن جمهور لاحسن نادي، بشكركم وصلى على الحبيب ونشوفكم في لقاء قريب.